من بعد أول مهمة اللي كانت ناجحة، التعامل ديالهم معايا ما بقاش كيف كان في الأول، الصمت زاد والثقة حتى هي بدات كتبان. 3 أيام وأنا كنتسنى لا اتصال ولا حتى ميساج من عندهم غير أنهم كيراقبوني. في نفس اليوم قبل نص ساعة جاني ميساج كان قصير: لا فيلا مع السبع. مشيت مباشرة لا فيلا، كان ماركو الروسي وكاريزما كانوا يتسناو. ماركو شاف فيا بلا ما يضيع الوقت وقال لي: داكشي اللي درتي كان مزيان. التنظيم ديالنا سميتو لا مانو سيلونسيال، اليد اللي ما كتبانش ولكن كتتحكم في كلشي. الاسم بقى كيدور في راسي، كانت عنده معنى. باليوم هو المسؤول المباشر عليك. في ديك اللحظة قال لي المهمة واضحة: التحرك من ميلانو لتورينو، غادي تاخد واحد الصاك والمكان باركيتشيو بورتا سوزا لواحد الباركينغ تحت الارض. الوقت مع 10:30 تلقى مع واحد السيد سميتو حمزة مغربي. الحقيقة ما طلبوش مني نفتحها، ولكن الوزن ديالها كان ثقيل بزاف باش يكون غير المال. ما عرفتش، الطريق كان طويل على لوتوروت اكا. كل مرة كنشوف شي طوموبيل مورايا كنحس انها تابعتني. وصلت لتورينو، دخلت للباركينغ، الضو كان ضعيف شويه. كان الرجل وقف حدا الطوموبيل كحله، ومن بعيد قال لي: ميلانو. جاوبتو: بلا مانو سيلونسيازا. فتح الصندوق، خدا الصاك وعطاني واحد لونفلوب صغير. رجعت لميلانو مباشرة. فاش وصلت لا فيلا لوكا فتح داك لونفلوب اللي كان فيه المفاتح وعنوان وكلمة وحدة اللي كانت بوليتو، يعني خدمة نقية. لوكا الأول مرة ابتسم وقال لي: دابا وليتي عنصر موجود. لا مانو سيلونسيازا ما كتجربكش باش تشوف واش تقدر تخدم، كتجربك باش تشوف واش تقدر تسكت. قبل ما نخرج عطاني لوكا تليفون جديد. فاش خرجت وصلني ميساج: المرحلة الجاية غادي تكون مع ناس ماشي مع الساكن. الصباح اللي موراه صونا لي تليفون، رسالة وحدة: ستاسيون سنترالي ميلان. وصلت ليه، لقيت بي تاع ميلانو لجنوب. جنوفا كان عندي موعد مع ايطالي كان سميتو اندري كونتي. التعليمات كانت واضحة: غادي ناخد واحد الطوموبيل من نوع فيات تيبو، نمشي لواحد المنطقة سان بيير دارينا، ناخد شخص ونسلمو لواحد النقطة معينة خارج المدينة. الموضوع ما كانش تهريب، كان هو نسلم واحد الشخص. فاش وصلنا النقطة كان وقف واحد الرجل أجنبي، الملامح ديالو من أوروبا الشرقية. خاف ولكن ما هضرش، ركب معايا. الطريق كان فيه توتر كبير. بعد 40 دقيقة وصلنا لمزرعة قديمة قرب الحدود الفرنسية، كانوا يتسناو هجوم ديال الرجل. سلمت لهم داك الشخص، وانا راجع حسيت بشي حاجة تبدلات في الداخل ديالي. هاد المرة ما كانش فلوس، كان انسان. رجعت مباشرة لافيلا. ماركو سولني سؤال واحد: واش حسيتي بشي شك؟ قلتلو لا. مزيان، المرحلة الجاية غادي تكون خارج ايطاليا. عطاني باسبور جديد وبيت على الطيارة من ميلانو لمارسيل. مارسيليا المهمة كانت مختلفة بزاف. العنوان كان بوردو لا جولييت، لقاء مع رجل فرنسي سميتو أنطونيو موريل. المهمة تسلم واحد لونفلوب صغير ترجعه لميلانو بلا ما يتفتح. لو وقفتك بوليسية خاصك ما يكون عندك حتى شي ربط تليفون. لونفلوب كان صغير ولكن الحراسة عليه كانت كبيرة. فاش رجعت تسلمو لوكا بنفسه، فتح لونفلوب وكان فيه مفاتح، بطاقة سيم واسماء مدن ميلانو، ليون وبرشلونة. لوكا شاف فيا وقال لي: لا مانو سيلونسيازا ماشي مجرد تنظيم، هادي شبكة أوروبية. ولكن ماركو كان يشوف فيا بطريقة مختلفة. قال لي: اللي كيطلع بسرعة كيولي تحت المراقبة أكتر. وفي نفس الليلة جاني ميساج من رقم مجهول: 10:30 أجيب بوحدك، ما تخبر حتى واحد من لا مانو سيلونسيازا. ديك اللحظة فهمت المشكل ما بقاش خارج التنظيم، شي حد داخل الشبكة بغا يتواصل معايا في السر. السؤال اللي بقى في بالي هو: واش هاد الشخص باغي يساعدني ولا باغي يستعملني؟